حبايب دودو، النهاردة هنحكي قصة جميلة جدا. سامي والديب الكذاب. في قرية صغيرة كده حوالين الجبل كان فيه ولد اسمه سامي. كان ولد طيب وشاطر، وكل يوم بياخد الغنم بتاعه يسرح بيه. كان بيسرح بيهم فوق تلة خضرة جنب القرية. بس بمرور الأيام سامي بدأ يحس بالزهق. كان الجو هادي، ولا حد بيتكلم معاه ولا حد بيلعب معاه. ففكر بينه وبين نفسه، قال ايه رأيك يا ولا يا سامي تعمل حركة تضحك اللي حواليك وتضحكك انت كمان. وفجأة جات له فكرة. جرى على طرف التلة وقعد يصرخ بأعلى صوته ويقول: الحقوني الحقوني، الديب الحقوني يا ناس، الديب جاي هياكل الغنم. أهل القرية أول ما سمعوه خافوا على الغنم وعليه وجريوا بسرعة بعصيانهم علشان يقتلوا الديب. لكن أول ما وصلوا هناك لقوا سامي واقف عمال يضحك ويقول لهم: كنت بهزر معاكم. الناس اتضايقت جدا وقالوا له: يا سامي كده غلط، الكذب ما بينجيش وما ينفعش تكذب علينا مرة تانية، الناس مش هتصدقك تاني. سامي ضحك وقال لهم: ما هو هزار وخلاص، أنا كنت بهزر. بعد كام يوم سامي زهق تاني وقال: لما أعمل الحركة دي تاني، دي كانت مضحكة جدا. وقف تاني على طرف التلة وقعد يصرخ ويقول: الحقوني الديب، انقذوا الغنم. أهل القرية جريوا تاني وطلعوا للتلة، وأول ما وصلوا لقوه عمال يضحك وبيقول لهم: ضحكت عليكم تاني، أنا كنت بهزر. قالوا له: لو عملت كده مرة تانية محدش هيصدقك، ومشيوا وسابوه. لكن في يوم تاني سامي سمع صوت غريب ورا الشجرة، صوت بيعمل. بص وراه لقى ديب كبير وعينه بتلمع وماشي ناحيته وناحية الغنم. سامي اتجنن من الخوف وفضل يصرخ: الديب المرة دي بجد، الحقوني ساعدوني، الديب الحقوني. بس المرة دي محدش جه. الناس في القرية قالوا: ده الواد سامي الكذاب، مش هنصدقه تاني. والديب هجم على الغنم وخد منهم وهرب. سامي فضل يعيط ومش عارف يعمل ايه. وفي آخر النهار رجع سامي للقرية وعينه مليانة دموع وقال: أنا آسف، غلطت، كنت بهزر، بس ضيعت الغنم وخسرت ثقتكم. الشيخ بتاع القرية بصله وقال له: يا سامي، اللي يغلط ويعترف ربنا بيحبه، بس لازم تتعلم الدرس. الكذب بيضيعك وما بينجيش، حتى لو كنت صادق بعد كده الناس مش هتصدقك بسهولة. قال له: فعلا عندك حق. ومن ساعتها سامي بطل كذب وبقى دايما صادق. وبعد شوية أهل القرية ابتدوا يصدقوه تاني ورجعت ثقتهم فيه، وبقى يحكي لكل أطفال القرية القصة دي ويقول لهم: اللي يكذب بيخسر أكتر من اللي يتصور. ولازم يا حبايبي تعرفوا إن الكذب مش هزار، ساعات بيكلفك حاجات غالية كتير زي ثقة الناس وإنهم يساعدوك، حتى أقرب الناس ليك وصحابك. يا رب القصة تكون عجبتكم. استنونا في قصة جديدة مع دودو.